ولا هيطردكوا انتوا الاتنين؟ ازاي حضرتك انا معايا استنى يا ادم، هي الشقه دي مش بتاعت ابوك؟ ابويا الله يرحمه. يا استاذه شمس حضرتك انا معايا عقد ب6 شهور، ازاي تبيع الشقه وانا موجود فيها؟ يعني كل ده همك يعني؟ ومش همك ان انت كدبت عليا في حوار الشقه بصي ده؟ يا عسل، هو ضحك عليكي. الشقه والعماره على بعضها بتاعتي، واقرا في بند في العقد اللي معاك، لو ما عجبنيش اي تصرف من حد واخد الشقه اكرشه. وانت اصلا على بعضك كده تصرفاتك كلها غلط. حقك بصراحه، هو شكله غلط في غلط اصلا. طب يا استاذه شمس يغزي الشيطان واديني موله كده لحد ما افضي الشقه واتكل انا بقول دلوقتي عشان الاستاذ وجدي. الكلمه الاولى والاخيره بقت معايا انا دلوقتي، بتقول لك مضى عقد الشقه. طب يا استاذ وجدي حضرتك، انا مالك الشقه. يا استاذ وجدي حضرتك مش هينفع ترميني في الشارع كده يعني. الاصول يعني بتقول ان انت عادي، ما تديني انت مهله. سبتني كده في الشارع واخدت خطيبتي مني. حضرتك انا ما اخدتش حاجه، هي اللي مشيت بمزاجها، وانا ضربتها على ايديها ولا خدتها منك؟ انت برضو راجل ما بتفهمش في الاصول. يا باشا انا لو مفيش- بتفهم في الاصول مش هتعمل لقطه زي دي. كما تدون حضرتك تدين. انا ما فيش حاجه بيني وبينك عشان اعمل معاك كده، هي اللي سهله وهي اللي مشيت معايا. شفتي يا سهله، قصدي يا إيه اسمها ايه؟ هو اللي نفض. اسماء. اسماء، يعني خدت الاسماء كلها. انت ما حلتكش جنيه اصلا. قدرة ما أنا ربنا. عايز اقول لك يا اسماء ان انا الحمد لله ورثت بقى بجد وحقيقي، يعني مش زي الفيك اللي كان بيضحك عليكي. وعلى فكره الشوكولاته اللي انا كنت جايبها لك دي مش شوكولاته، انا كنت شايلك فيها ايفون 13 خسارة برو فيها. ماكس اللي كان نفسك فيه. مش كان نفسك في 13 برو ماكس؟ اهو الاستاذ داس عليه بالعربيه وكسره. مش مهم دلوقتي، المهم ان انا اكتشفت خيانتك يا اسماء. انا اكتشفت ان انا وانت ما ينفعش نعيش تحت سقف بيت انا ما واحد. خنتكش. وبعدين انت السبب اصلا. انت اللي مش راضي تعيشني في المستوى اللي بابا معيشني فيه، مش راضي تخليني ابقى زي البنات التانية. البنات التانية كلها بيجي لها البنات ده. التانية كويسة مش زيك. البنات التانية يا اسماء ممكن تصبر على رزقها وتصبر على رزق خطيبها، يمكن ربنا يفرجها ويبقى معاه فلوس. طب يا استاذ وجدي حضرتك يعني انت لسه واقف؟ ما انا قلت لك يلا لا اتكل صح. على الله. اطلع بره يا باشا. ده بعتك يا بني ادم، اللي ما عندكش دم بعتك لما عرفت ان هو ورث. أيوة. المفروض انت بقى تلم هدومك وتمشي خلاص. يلا اتفضل. انا ما اشتريتوش عشان ابيعه اصلا. وجدي عارف ان انا بحبه هو وما بحبش حد والله غيره. ومع البني ادم تبتدي تعمل ايه يا حبيبي؟ حضرتك يا استاذ وجدي كلك على بعضك ايه الكذب ده؟